السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بتوع تالتة ثانوي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا العيد خلص، كل حاجة خلصت وفوقنا خلاص من كل اللي ورانا، ورمضان خلص وهنرجع نظبط نومنا. النهاردة انا هقولك عن قصة شخص بدأ في اول 5 ووصل ل99%. ازاي الشخص ده وصل وازاي قدر ان هو يخلص كل ده، هحكي لكم عن قصته بالتفاصيل. كمان ان شاء الله هاجب عن كل الاسئله اللي بتدور الفتره دي في دماغك. ايه اللي انت محتاجه وايه اللي انت محتاج رد ليه وايه اللي انت ما انتش عارف تعمل ايه، ومشكله النسيان الفتره دي، وخصوصا ان انتوا حاسين ان انتوا مش قادرين تكملوا ومش قادرين تعملوا حاجه. هرد عن كل ده ان شاء الله في الفيديو ده. انت في ثانويه عامه، الفيديو ده مهم جدا ليك. مهم ليه وايه اللي انا هقوله؟ انا النهارده هقولك عن قصه شخص بدأ في اول 5 وجاب 99%. الشخص ده كان زيه زيك وزي كل الناس، شخص عادي خالص، شخص بيذاكر. حتى كمان هو كان مستواه متوسط، مش مستواه اللي هو توب قوي في كل المواد ولا صفر، يعني هو كان ما بين البنين زي اغلب الناس اللي موجوده حاليا واللي بتشوف الفيديو دلوقتي. الشخص ده كان بيدور برضو في دماغه نفس الأسئلة اللي هي بتدور في دماغك دلوقتي. هو أنا لو بدأت هقدر أوصل؟ هو أنا لو بدأت هدخل أحل؟ هو أنا لو دخلت الامتحان ومعرفتش أحل ده هيحصل مصيبة، ده أنا هخرج كده مش ضامن حاجة. طب أبدأ أذاكر من دلوقتي ولا أبدأ أراجع ولا أشتغل في الامتحانات ولا أحل شوامل ولا أعمل إيه بالظبط؟ الفترة دي أغلبكم تايه، أغلبكم مش عارف يعمل إيه، اغلبكم شايف ان كل حاجة بدأت تضيع، حاسس ان تعب سنة كاملة بدأ يروح، حاسس انك ما عدتش قادر، حاسس ان حاجات كتيرة جدا بتدور حواليك، محتاج اجابة سؤال واحد: هو انا لو بدأت هل فعلا هقدر؟ هو انا لو بدأت هوصل؟ هجيب حق حلمي، حق حلم اهلي اللي تعبانين علشاني، حق حلم كل الناس اللي مستنية اللي هي تفرح لي، هشمت الناس فيا؟ كل السؤال ده بيدور حواليك، كل السؤال ده عارفة ان انت محتاج رد ليه. محدش بيوصل للفترة دي مبقاش محتاج سؤال للنقطة دي. انا وانا في ثانوية كنت محتاجة سؤال، زيك كنت في ثانوية محتاج اجابة، اكبر مننا كانوا محتاجين اجابة. اي حد بيوصل لاخر 4 بيحتاج اجابة للسؤال ده: هو انا هوصل؟ ايوه هتوصل، ايوه هتحقق حلمك، ايوه هتعمل كل حاجة انت هتقدر عليها. الشخص اللي انا هتكلم عنه كان بينام كتير، ما كانش عارف اي حاجة في اي المواد، لحد ما جه اللحظة اللي هو قعد فيها مع نفسه وسأل نفسه: هو ايه اللي انا بعمله ده؟ هو انا ضيعت الوقت اللي فات ده كله ليه وانا اصلا كان في ايدي ان انا اقوم ابدأ؟ ايوه قوم ابدأ، ابدأ من دلوقتي، ابدأ علشان انت هتقدر. طب دلوقتي بقى السؤال اللي هو: احل شوامل ولا احل امتحانات ولا ابدأ اراجع ولا احل ايه بالظبط؟ اعمل ايه في ديني؟ قوليلي اعمل ايه. هقولك يا سيدي، انت لو حليت دلوقتي امتحانات اللي هي امتحانات السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها، لان النظام بتاعك جديد والازهر هيحل على مدار السنين اللي فاتت، خلاف مثلا ان انت ممكن تحل من دفعتين لان هو النظام برضو بدأ يتغير شوية. حل كتير، الحل بايدك هيثبت المعلومة. يعني ما حفظت الدرس وادخل احل؟ ايوه ما تحفظت الدرس وادخل احل. الشخص ده بقى قال ان هو لما جه يفكر شوية مع نفسه ويسأل نفسه: هو انا ما كنت ابدأ من دلوقتي؟ هو انا لسه قاعد مكاني؟ قام وبدأ وقال ان هو لو بدأ من دلوقتي هيجيب 40%، طب لو زود شوية هيجيب 60%، طب شوية كمان هيجيب 80%، طب انضغط على نفسه وجيه على نفسه زيادة هيجيب 100%. هو بعد ما كان طالب متوسط وكان عارف ان هو ما يعرفش اي حاجة، كان حاطط في دماغه ان هو هيجيب 100%. يوم ما جاب كام؟ جاب 99%. علشان هو ما استسلمش، علشان هو ما كانش عنده يأس، علشان هو كان شايف ان حلمه هيتحقق، ان حلمه حقيقة، ان حلمه هيوصله. هو قام وبدأ وعافر واشتغل، مش زيك قاعد بيتفرج دلوقتي وبيلعب. طب انا مشتت، طب انا قلقان، ما حطش الكتب قدامه واستسلم. ايوه هو كان مستسلم اول يومين 3 وكان شايف ان الدنيا قدامه صعبة. طب انا دلوقتي قلت لك حل امتحانات، واحد هيرد عليا دلوقتي يقول لي: طب انا هحل ايه وانا مش مذاكر؟ طب انا خايفه احل ومعرفش احل، واحس ان انا يئست اكتر، بقى عندي استسلام اكتر ما انا كان عندي. لا، حل، محدش بيجيب 100% من اول مره. ده انت حل اول مره وهات 1 من 30، حل تاني مره وهات 4 من 30. امشيها تدريجيا. لما بتغلط بتتعلم من غلطك. هفضل اقولك مرة واتنين وتلاتة واربعة: اغلط النهاردة احسن ما تغلط بعدين. اغلط دلوقتي 30 غلطة، ما تغلطش بعدين غلطة واحدة. غلطة دلوقتي مش هتعورك، غلطة بعدين هتنقصك، غلطة بعدين بحساب،
غلطة دلوقتي مش بحساب، غلطة دلوقتي لو في امتحان درس، لو في امتحان اي امتحان مش هيوقعك. يعني ابسطها ايه، المستر يقولك انت جايب درجة مش كويسة، عادي خالص. ياما ناس مقفلتش ولا امتحان في اي درس ووصلت وجابت مجموع. الامتحانات بتاعت الدروس مش مقياس لامتحانك اخر السنة، مش مقياس لمستقبلك، مش مقياس لنتيجتك. انا اعرف ناس خلاف اللي انا بتكلم عنه جاب 98% السنة اللي فاتت ده، يعني مش من زمان، كان ازهر، ما كانش يعرف حاجة، ما كانش دحيح للدرجة ولا كان مجتهد للدرجة ان هو يقدر يقفل مواد الازهر وعلمي والمواد اكتر. وكلكم عارفين سواء العام اللي بيتفرج عليا او الازهر اللي بيتابعني، وانا كنت ازهرية، كله عارف عدد المواد، كله عارف قد ايه الازهر عنده مواد كتير. جاب 98% وهو مستواه اقل من المتوسط حرفيا يعني. ومش هنقول غاشش لان اللجان، انا اعرف ناس تانية كانت معاه واللجان كانت صعبة، اللجان ما كانتش سهلة ان هو يقدر يغش وينقل من صح. بس هو كان مصدق حلمه، كان عارف ان هو هيوصل، كان عارف ان هو هيتعب شوية بس هيلاقي نتيجة تعبه. هتقولي طب ما الوقت خلاص، ده انا دلوقتي انت بتتكلمي في اخر 4 وخلاص اول 5 جاي. يبقى حل على المنهج كله واوعى تستسلم واوعى تخاف. هات درجة قليلة في الامتحان وانت بتحل مع نفسك ما تعرفش تحل خالص، طلع الاجابة من الاجابات عادي، بس احفظها وانت بتكتبها، ما تشوفهاش وتقول انا شفتها خلاص، لا ارجع انقلها حتى لو هتنقلها من الاجابات واحفظها. هو مش هيجي في الامتحان يقولك حل على الصفحة الفلانية وحل على الصفحة الفلانية، لا، هو هيقولك هيجيب لك السؤال مفتوح، ممكن يربط لك الفصول ببعضها. فلازم تكون عارف كويس شكل السؤال بيجي ازاي في النقطة دي، شكل السؤال بيجي ازاي في النقطة دي، لازم تكون ملم بكل المنهج. طب نيجي لسؤال تاني، انزل مراجعات دلوقتي؟ انا حاسة ان المراجعات بتتوه مني، حاسة ان الوقت ضايع مني، اغلب الوقت انا بره اصلا، هذاكر امتى وهحل امتى وهعمل كل ده امتى؟ هقولك يا سيدي، نزول المراجعات مش مفيد. انا قلت في فيديو فات انزل لو انت مش قادر تذاكر مع نفسك، بس من وجهة نظري وده اللي انا عملته، نزول المراجعات مش حلو، بيضيع اغلب الوقت. لو انت ازهري زيي فانا كنت بنزل من 7 ل7، فالوقت ده كله انت اولى بيه. انا جيت في اخر 4 او في اول 4 اعتقد وقعدت. انت اقعد من دلوقتي، خلاص النزول اصلا مش هيفيدك، هو بيعمل ايه زيادة؟ هو بيراجع المنهج اللي هو شرحه ليك قبل كده مرة وانت شفته، او بيحل معاك نقطة انت ممكن بدل النقطة دي اللي هتحلها في الدرس ممكن تحل 1000 نقطة. يعني هو لو هيديك يقولك حل نقطة واحدة واللي بعدك نقطة، انت ممكن تحل النقط دي كلها مع نفسك وعادي. وروح شوف الاجابات، دلوقتي بقى كل الاماكن بتنزل اجابات كل الكتب، بقى كل المدرسين حلينها على اليوتيوب، محدش دلوقتي سايب حاجه مشرحهاش، اغلب المدرسين موجودين. لو نقطه معينه واقفه معاك ارجع لها على اليوتيوب وارجع شوفها وارجع راجعها. لكن النزول وتضييع ساعة مواصلات، ساعة رايح وساعة جاي وخروج ودخول، ولو بنت هلبس وهغير وهكوي، الحوار بيدخل في اكتر من 5 6 ساعات، ولا بيها ليك ولمستقبلك ولحياتك. عايزة افكرك ان انت اللي بتبني مستقبلك بنفسك، انت اللي بتبني كليتك بنفسك. انا عارفة ان انت جاي الدنيا وكليتك مكتوبة ليك، بس انت بتسعى علشان توصل لها. ايا كانت النتيجة حاول تكون مبسوط بيها، خليك مصدق حلمك، خليك وراه، خليك دايما كل ما تشوف قدامك انت الدكتور او انت مهندس او انت مترجم او انت اي حاجة انت حاببها وعايز توصل لها، اكتبها في كتبك، اكتبها قدامك، فكر نفسك بحلمك، فكر نفسك بمستقبلك، حاول ما تيأس. عارفة ان الفترة دي دلوقتي اللي هيرد عليا يقولي طب انا بنسى، انا حاسس ان انا ما اخدتش حاجة في السنة كلها، السنة كلها ضايعة مني وانا ما عنتش فاكر حاجة. هرد عليك واقولك كله كده، كله ناسي دلوقتي، كله حاسس ان هو مش عارف يعمل حاجة. الدحيح اللي كان بيفضل بال14 ساعة من اول السنة مش عارف حاجة، حاسس انه ناسي، كله ناسي. لان دي اكتر فترة انت مضغوط فيها، اكتر فترة انت مضغوط فيها من اهلك، واكتر فترة مضغوط فيها من المدرسين بتوعك، اكتر فترة مضغوط فيها نفسيا جسديا وعقليا، كل حاجة حاسس ان انت مضغوط من كتر الكتب قدامك، حاسس ان انت مش عارف تعمل ايه ولا تعمل ايه، تحل ولا تراجع. كل ده عادي، كل ده بيحصل، وهتحس ان انت ليلة الامتحان مش فاكر اي حاجة، وهتحس ان انت رايح تمتحن مادة ما انتش عارفها. بس خلي ايمانك بربنا قوي، وخليك عارف ان انت كل حاجة ذاكرتها توصل لها. قول دايما دعاء المذاكرة قبل وبعد، هيفرق معاك كتير. حاول تذاكر بالقرآن. هتقول ازاي اذاكر بالقرآن؟ هفكرك واقولك ازاي. اقرأ صفحة قبل ما تذاكر، اقرأ صفحة بعدها، يعني كل ساعة خد معها صفحة، هتلاقي الدنيا اتظبطت معاك تماما، هتلاقي الوقت كبر معاك، هتلاقي الدنيا اتفتحت معاك.
النسيان مش كل حاجة، عادي كمل واستمر. ذاكرت الباب الاول وحسيت انك ناسيه ما ترجعلوش، ذاكر التاني وذاكر التالت وذاكر الرابع، حسيت ان انت ناسي المنهج كله، عادي ما يفرقش معاك خالص. راجع مرة وابدأ حل. بس انا بفضل ان الفترة دي خصوصا ان الوقت بدأ يعدي شوية ابدأ حل بقى. طب هتحل اللي انت مش مذاكره ازاي؟ لا عادي مش مشكلة، حل بالاجابات واحفظ الاجابة واحفظ شكلها. احفظها كتابة ما تحفظهاش نصا. هتقولي ده انا امتحاني كله اختياري وكده، مش مشكلة، اكتب الاختيارات اكتبها بايدك، ما تكتبش الف ب ج د، لا اكتب الكلمة، اكتب السؤال. طب انا امتحاني مش هيجي بنفس الاجابات، مش هيجي بنفس الشكل، اعرف الفكرة الرئيسية اتدارت ازاي او اعرف الاجابة ايه. هو مش هيبعد قوي عن المضمون، خصوصا الامتحانات السنة دي هتكون سهلة جدا، خصوصا ان التجريبي اللي نازل بسيط خالص. المستشارين كلهم متغيرين، مفيش غير حاجة بسيطة تقريبا، يعني في كل شعبة في امتحان بس هو اللي فيه تكتين. يعني في علم علوم تقريبا الأحياء، في علم رياضة وأدبي برضو كان فيه امتحان أو اتنين فيهم تكة أو اتنين، مش كتير بس حلو، يعني اللي مذاكر هيجيب. هتقولي طب هو الامتحان قايم ان انا ابقى فاهم وكده؟ قايم ان انت تكون فاهم كويس مش حافظ، ما تحفظش خالص. انت لو فاهم المنهج حلو قوي وقادر ان انت تحل عليه هتحل التجريبي. طب نيجي بقى للسؤال ده، طب انا بدأت احل التجريبي وحسيت ان انا مش عارف اي حاجة في اي حاجة ولا مذاكر كل اللي فات، عادي خالص مش مشكلة، حل كمل هات الاجابات واحفظها، مفيش اي مشكلة. التجريبي بتاع الازهر نازل اول امبارح، انا واحدة اول ما شفت التجريبي بتاعي في السنة بتاعتي كنتش عارفة احل، كنتش عارفة احط القلم في الورقة، مكنتش عارفة اعمل ايه في ايه. كنت بتفرج كده على التجريبي وعادي خالص، لحد ما حد نصحني وقال لي هاتي الاجابات واحفظيها، هاتي الاجابات واكتبيها. انا عملت كده، يعني نفس الرد برضو اللي الطالب اللي وصل ل99% ده قال ان هو كان بيجيب ورق فلوسكاب وكان بينقل الاجابة بالسؤال وكان بيحلها وكانت الدنيا بتبقى كويسة. ما كانش بيوصل ومكانش عارف الاجابة، قال ان هو فضل اول 5 أو 6 امتحانات بيجيب 1 من 60 2 من 60، يوم ما وصل كان جايب 7 من 60، ما جابش اكتر من كده. طب فيما بعد ذلك قال امتحان واحد على مدار 45 امتحان اللي جاب فيه 60 من 60، خلاف كده هو ما جابش في اي امتحان 60 من 60، كل الامتحانات كان بينقص فيها. بس هو بدأها من واحد ووصل لكام يوم ما وصل، هو وصل ل60 في امتحان واحد، بس الدرجة المعقولة شوية كانت 50 من 60، يعني واقع منه 10 درجات. بس في الاخر عمل ايه؟ في الاخر وصل. خليك عارف ان العبرة بالنهاية، الموضوع كله مش بدلوقت، الموضوع كله بعدين، الموضوع كله بالنتيجة. خليك فخور بنفسك، خليك نفسيا كويس، ما تحاولش تأثر على اهلك، هما دلوقتي اصلا متأثرين اكتر منك، مضغوطين اكتر منك، مش انت لوحدك اللي مضغوط، ده كل الناس مضغوطة معاك. طلبة ثانوية عامة كل سنة بيبقى مضغوط معاها اهلهم، بيبقى مضغوط معاهم المدرسين، بس محدش بيبقى حاسس باللي هم فيه غير نفسهم، بيبقوا حاسين قد ايه ان هم مش قادرين يكملوا، مش قادرين يوصلوا، بس بيحاولوا يمشوا شوية علشان الناس اللي حواليهم، بيحاولوا ان هم ييجوا على نفسهم، بيحاولوا ان هم ايا كان اللي بيحصل بيضغط على نفسك. طب انت فرحت امبارح اول يوم العيد، اشتغل بقى بعد كده وحاول تخلي ده دافع ليك. يعني عادي، وياما ناس بدأت متأخر وبدأت متأخر خالص وجابت، واعرف ناس بدأت من اول السنة ومجابتش حاجة، ما وصلتش في النهاية اصلا لانها مكانتش عارفة، هي حفظت كتير بس ما حلتش. فهو الامتحان ما بيجيش يقولك السؤال ويقولك رد عليا بالاجابة، ده هو بيقولك اكتب، فرهبة الامتحان اصلا بتنسيك فبتبقاش عارفة تكتب ايه، بس ايدك بتحفظ شكل الاجابة. عايزة اقولك ان الفيصل بتاعك هو شهر 5، هو اللي هيحدد لك طريقك، هو اللي هيحدد لك مصيرك، يا هتكسبه يا هتخسره، يا هتقدر توصل يا مش هتقدر. حاول بقى تظبط الدنيا، حاول تشوف اللي وراك، حاول تخلي نفسك مسؤول شوية على اللي انت هتعدي فيه. انت خلاص كلها شهرين وهتبقى طالب جامعي، يعني هتتنقل نقلة تانية خالص. الطلبة الجامعية محتاج منك ان انت تبقى رقيب على نفسك، مفيش دكتور هيقولك ذاكر، مفيش اي حد في الجامعة حرفيا هيقولك انت وراك كذا، هو الامتحان بيتحط قدامك سواء مذاكر او مش مذاكر. لكن دلوقتي المدرس بيقولك ذاكر الصفحة دي، لا ذاكر اليونت ده، لا ذاكر الوحدة دي، لا هتذاكر الفصل ده. فانت بتبقى مكلف بحاجة الفترة دي، فيما بعد ذلك مش تبقى مكلف بيها، فيما بعد ذلك هتشتاق للايام دي، هتقول يا ريت محتاج بس اي حد يوجهني يقول لي اعمل كذا وانا هعمل، اعمل كذا وانا هسمع الكلام. انا عارفة انك هتوصل، عارفة انك قدها،
خليك واثق في نفسك، واثق في حلمك، صدق حلمك علشان كل الناس تصدقه، علشان تقدر توصله. كنت عايزة اقول لكم ان الكامب التاني كمان اشتغل الحمد لله وبدأ النهاردة، وانتوا شفتوا الفيدباك على الكامب الاول، والنهاردة التاني بدأ وهيبقى مدته 15 يوم بإذن الله. ما تنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وعايزة اقول حاجة مهمة، ان شاء الله هنحط في كل فيديو سؤال، والسؤال ده انا هختار اول واحد يرد بالاجابة، او ممكن اختار عشوائي مش اول واحد. وانا هحط لكم سؤال دلوقتي هنا، وحاولوا ان انتوا تردوا عليه، واول واحد هيرد، او مش شرط اخر اول واحد، برضو ممكن اخر واحد، ممكن اللي في النص، يعني على حسب. هنختار عشوائي. الطالب ده هيحضر معايا في المجموعة اللي شغالة وهيشتغل معايا، وده لوحده خالص بعيدا عن الكامب، بعيدا عن كل حاجة، هبقى بتابعه متابعة شخصية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.